السلام عليكم، تنرحب بكم من جديد في وصفة جديدة. تنتمنى دائما أحوالكم وصحتكم تكون بخير وعلى خير. غادي نحضر معكم اليوم كيك يومي اللي بزاف ديال الأخوات طلبوه مني، واللي غادي يكون إن شاء الله ناجح وبمكونات كذلك اللي تكون لذيذة. غادي تذوقوا إن شاء الله إلا طبقتوا الوصفة كيف هي، غادي تذوقوا واحد المذاق اللي تتاخدوا من المحلات. هاد الكيكات ديال اللي تناخدو من المخبزات اللي تتكون لذيذة بزاف، فيها واحد المكونين اللي تيرجعوها لذيذه بزاف وخفيفه ومنسمه بواحد الشكل اللي عجيب. تنتمنى توصلوا هذا الفيديو لعدد كبير من اللايكات باش يشوفوه بزاف ديال الاخوات. شكرا لكم. نخليكم على بركه الله مع المقادير والطريقه. غادي نحتاج لربعه ديال البيضات بحراره المطبخ، واحد 160 حتى 170 غرام ديال السكر لان غادي نستعملوا ليمون الحامض. غادي نحتاجوا ايضا 80 غرام ديال النشا، خديت كاس قل 1 سنتي من هاد العلبه اللي تتشوفوا، وعندي 220 غرام ديال الدقيق. المجموع 300 غرام ما بين النشا والدقيق، 120 مليلتر من الزيت، واحد الكاس الا ربع بالقياس اللي تنعبروا به دائما، وواحد الليمونه حامضه اللي غادي ناخذ العصير ديالها والقشره ديالها، ساشي ديال فانيليا وخميره ديال الحلويات من فئه 16 غرام، والفاني ممكن تستعملوا الفانيليا السائله او هذه على شكل بودره. غادي ناخذ البيض اللي من الافضل تيكون في حراره المطبخ او تنخرجوه من الثلاجه وتنحطوه في الماء عادي او الماء شي شويه دافي غير تيرجع لحراره المطبخ وتنخدموا به مع قبصه ديال الملحه والسكر. السكر ممكن تستعملوا حسب الذوق ديالكم، من 150 غرام حتى ل 170 غرام حسب كيف نتوما تتبغيو الحلاوه ديال الكيك، لان غادي نستعملوا الحامض، او ممكن تقلوا على الكميه حسب نتوما كيف بغيتو. غادي نطرب جيدا بالطراب واحد 2 دقائق، وغادي نضيف الزيت شوي بشوي حتى تنحصل على خليط اللي كريمي. من بعد تنزول صافي الطراب وتنحك هذيك الحامضه اللي مغسوله من طبيعه الحال وممسوحه، تنحك غير القشره الفوقانيه فقط لان داك البيضه تتكون ماره. ممكن تستعملوا غير الطراب اليدوي وغير تربوا البيض مزيان. بالنسبه للعصير ديال الحامضه، لان غادي نحتاجها، هي اللي غادي نستعمل كسائل في هذا الكيك. غادي نعصر ديك الحامضه كاملها، غادي نصفيها، غادي نحصل على 4 كاس بقياس كاس العنبه. هذا الكاس ديال العنبه راه القياس ديالو هو 160 مليلتر، هو مملوء جيدا. شفتوا معايا صفيت هذيك الحامضه، حصلت على 4 كاس. غادي نكملوا بالماء حتى تنحصل على تقريبا واحد 150 حتى 160 مليلتر. تيجي المذاق هائل وتتجي كيكه اللي خفيفه بزاف، وحتى اللون ديالها تيجي ابيض، شي حاجه اللي زوينه كيف تاخذوها من المحلات او من المخبزات. غادي نطرب هاد المره غير بطرب يدوي، وغادي نضيف النشا 80 غرام ديال النشا اللي غادي نغربل، وغادي نضيف كذلك 220 غرام ديال الدقيق. الا بغيتو ديروا 100 غرام ديال النشا و200 غرام ديال الدقيق حسب الاختيار ديالكم. انا زولت واحد المعلقه ديال النشا ودرت غير 80 غرام، ودرت 220 غرام ديال الدقيق. وما تنسوش دائما قبصه ديال الملحه في الكيك او اي حلوه تديروها، راه تتعادل الطعم بواحد الشكل اللي عجيب. غادي نغربل ديك الخميره ديال الحلوه 16 غرام، وغادي نخلط الكل غير بالطراب يدوي. في هذه المرحله عاد شعلت الفرن الكهربائي على 150 درجه غير من التحت. بالنسبه للطياب فرن الغاز غادي ديروا النار كيف تطيبوا الكيك عادي فوق المهيله شويه، ما تكونش تاني تقتلوا العافيه بزاف، وما تكونش متوسطه. دائما الطياب اللي تطيبوا راه كل وحده تبدا تشوف الفرن اللي عندها وتتعامل معاه بالشكل باش تيطيب، والدرجه ديال الحراره تتكون فيه واش تكون مجهده ولا منخفضه. بالنسبه لي استعملت هاد المول اللي عالي اللي فيه 10 سنتيم تقريبا في العلو، من 9.5 ل 10 اللي فيه، وفيه 25 سنتيم في القطر ديالو. الا استعملتو مول صغير راه غادي تفيض هاد الكيك، تتجي تبارك الله ما شاء الله كبيره في الكيك، تيكون شويه صغير على هذا وتتجي عاليه. وحتى هكذا تتجي عاليه غادي تشوفوا معايا، تتجي زوينه وبواحد الكميه تبارك الله عائليه، وتتجي خفيفه. ونفس الكيك كنت حضرته معكم الى تذكرتوا بالنسبه للاخوات اللي متبعيني دائما، اللي درنا الاوزينه بالكراميل راه تيظهر لكم دابا في الصوره. كيكات النشا اللي سميتها الكيكه العملاقه راه تتجي زوينه، وجربوها بزاف ديال الاخوات وشكروها. المهم هذه نفسها، غير حنا بدل الحليب اللي كنت ضفت درت العصير ديال الليمون الحامض.
شفتوا معايا القوام ديال الكيك خاصو يكون خفيف شوي ماشي بزاف وما يكونش ثقيل نهائيا. من بين الاسباب اللي ما تتنجحش الكيك هو اللي تيكون كتير فيه الدقيق. ديك عيني ميزانيه ديال الدقيق بعض المرات تتخون. ما تكثروش الدقيق في الكيك. تنخاطب دائما المبتدئين والمبتدئات. انا سخنت الفران على 150 درجه لان تنطيب الكيك على 150 حتى ل 160 درجه، لان الفران بحال عندي تجهد. تنحس بيه بحال ما بقاتش الحراره مضبوطه كيف كانت. ردوا البال من هذه المساله. الا كانت عندكم 180 او 170 مجهده فطيبوا الكيك على 150 او 160 درجه. شوفوا الكيك شحال خفيف مع انه فيه 300 غرام ما بين الدقيق والنشا. المكون الاول اللي ضفناه هو النشا، تيجي به الكيك خفيف ولذيذ بزاف. وثاني مكون هو الليمون الحامض، هذاك الكاس ديال العصير ديال الليمون اللي خففناه بالماء فتيجي رائع. الماء عادي غير من الروبيني اللي استعملت مع الليمون الحامض. ممكن تبدلوا الا بغيتوا هاد النكهه ديروا عصير البرتقال. ممكن تعوضوا ببرتقاله تحكوا القشره ديالها وتاخذوا كذلك العصير ديالها، او تاخذوا عصير برتقالتين. المهم تحصلوا على كاس ديال العصير لان ما غاديش نخفوه بالماء كيف درنا للحامض. هذه هي الكيكه ديالنا. تتجي هائله. تحضروها في فرمشه العين. ما تاخذش الوقت نهائيا. الا دربتوا بالطراب اليدوي غير طربوا البيض جيدا. كذلك تيجيني واحد السؤال: علاش تتنفخ الكيكه في الفران من بعد تتفش؟ السؤال الاول هو تتكون الحراره مجهده، تطيب تتنفخ مزيان، تتخرجوها تتفش. وثاني حاجه هو الكميه ديال الدقيق ما تكونش قليله بزاف وما تكونش كثيره. حاولوا تضبطوا. هو راه عيني ميزاني كاين في الكيك ناعم، لكن حاولوا تضبطوا الكميه تكون هكذا كريميه. هذا هو النجاح ديالو. شوفوا معايا العلو، مع اني استعملت مول تبارك الله اللي كبير 25 سنتيم، والعلو حتى ل 10 سنتيم وجا هائل. كيكه ما نعاودش نشكرها لكم اكثر من هكا. غادي تعتمدوا ان شاء الله وغادي تدعيو معايا، لانه بزاف بزاف ديال الاخوات ما تصدقش معاهم الكيك. حاولوا غير تطربوا البيض جيدا، الكميه ديال الدقيق تكون مضبوطه. الفرن كذلك تحكموا في الحراره ديالو، ما تطيبوهاش تكون النار تكون مجهده وفي الاخير تعلى هكذا وتقولوا راه نجحات وتخرجوها وتفش. كذلك داك القوام اللي تيكون ديال الكيك اللي تيكون ابيض بحال هذا الشكل اللي تيتحكم فيه هو البيض. الا تربطوه جيدا، تربطوا البيض مزيان تيجيكم الكيك خفيف واللون ديالو ابيض ناصع. ما تربطوش اكيد غادي يجيكم اللون ديال الكيك صفر والقوام ديالو كذلك تيجي ما زوينش. بالنسبه للفران ديال الغاز غادي طيبوا الكيك عادي من التحت حتى يتنفخ ويطيب هكذا ويتحمر من الجوانب. عاد هبطوه ياخذ واحد اللون هكذا مذهب. وكذلك الفرن ديال الفول الكهربائي غادي طيبوا غير من التحت حتى يطيب. عاد غادي تشعلوا الفوق يتحمر. تنتمنى نكون جاوبت على بزاف ديال الاسئله ديالكم. بسلام عليكم.